بكره الزمالك وبيراميدز ماتش تكسير العظام، هنتكلم عليه. وخلي بالك الماتش ده فيها لخفيها، بعنوان فيها لخفيها للفرقتين. هنتكلم عليهم والغيابات لكل فريق، وهنتكلم على تصريح فرجاني ساسي بالعودة لنادي الزمالك، وهنتكلم على الغيابات المؤثرة جدا 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 للنادي الأهلي قبل القطن الكاميروني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. بس صلى على النبي في الأول كده عليه الصلاة والسلام. نادي الزمالك بكرة هيقابل بيراميدز في الدوري. نادي الزمالك لو كسب الماتش ده هيخش في منافسه مع الاهلي وبيراميدز وفيوتشر. لو خسروا يركن بقى على جنب ويريح في الدوري كده شويه، خلاص هيبقى بعيد جدا. ولو بيراميدز كسب الزمالك بعد تعادل الاهلي والداخليه هيخش منافسه قويه جدا مع الاهلي. وخلي بالك الماتش ده هيبقى ممتع جدا. هو ماتشات الزمالك وبيراميدز بيبقى ممتعه، بس ده بقى يعني تكسير عظام. الاثنين عايزين يكسبوا، ما ينفعش الاثنين يتعادلوا. اللي بيتعادل هيبعد شويه. الاهلي فارق اصلا ببناته، لسه ليه متوشه مؤجل. اما بالنسبه بقى للغيابات للزمالك وبيراميدز، الزمالك بيغيب عنه شيكابالا وعبد الله جمعه وسامسون وعمر جابر. اكتر حد مؤثر يعتبر شيكابالا، ولو عبد الله جمعه في حالته يبقى هو اكتر واحد مؤثر. ولو جينا بقى هينضم طبعا، هيرجع بقى للقايمه احمد فتوح رجع، ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي انا لسه ما جاش من انبي. اما فتوح، والله فتوح ده لو اشتغل على نفسه وركز شويه ونسيب بقى حبه المشاكل اللي احنا صدرناها له، افضل باك شمال موجود، لعيب مزاجنج كده تتمتع منه كوره. اما لو جينا على بيراميدز، رمضان صبحي بيغيب، طوارم في الكاحل، هشام محمد بيغيب، احمد محمد صادق بيغيب، وعوده المغربي وليد الكارتي. دي بالنسبة لماتش الزمالك وبيراميدز. بس انت تعرف اللي اخر ماتش طبعا بيراميدز كسب الزمالك في الكاس، بس انت تعرف من 23/4/2019 7 مباريات البيراميدز معرفش يكسب الزمالك. ده بالنسبة لماتش الزمالك وبيراميدز اللي هيكون ان شاء الله ممتع بكرة. هنيجي على تصريح فرجاني ساسي بالعودة للزمالك. كل الناس طالعة تقول لك عودة فرجاني للزمالك على انهي اساس؟ الراجل ليه فلوس اصلا وشاكي الزمالك، وطلع وقال لك انا في مفاوضات بيني وبين بين امير وتهدئه الجو، والجو يعني الموضوع هيتحل بشكل ودي. ده ليه فلوس. والراجل قال لك انا اتمنى اي كلمتين، بتمنى العوده لنادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك بيعمل اسامي كبيره وعمل فرجاني ساسي، بس هو مرتبط بالدحيل بعقد مع الدحيل خلص. فرجاني بيقدم كرة كويسه جدا، نادي الزمالك محتاجه، بس احنا مش عارف بنهيس في الهيصه ولا ايه. الراجل رافع اصلا قضيه وعامل مشكله مع الزمالك عشان فلوسه المتاخره. ده بالنسبه للتصريح بتاع فرجاني ساسي. بس انا بقى هنيجي بقى على اصابات نادي الاهلي. بصراحه انا صعبان عليا النادي الاهلي. كل اللعيبه اللي اتصابت واللي احتمال ما تلعبش ماتش القطن الكاميروني وماتش سان داونز مؤثره جدا. كهربا شد في الضم، واحتمال يلعب او ما يلعبش ماتش القطن الكاميروني هيتحدد له بكره. خلي بالك كهربا من اللعيبه المؤثره جدا، ويعتبر من افضل اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي دلوقتي، اللي بيعرف يجيب جون يعني لابد منه في الملعب. عندك حسين الشحات شد في السمان، وخلي بالك حسين الشحات من اللعيبه الممتعه في اخر فتراته. في اخر الفتره دي حسين الشحات بيمتعني كوره اقسم بالله. هيغيب شهر. هنيجي اللي بعديه محمود متولي، برضو شد في الخلفيه، هيغيب شهر. خلي بالك مؤثر. خط دفاع الاهلي مش كويس، فاي حد دلوقتي بيطلع من الخط ده بيأثر. هنيجي احمد عبد القادر لابد منه، وينج ليه حلوله، ألم في الركبه. السولية اما اتصاب في ماتش ريال مدريد وخرج لسه بيتأهل، واحتمال ولا ده يلحق سان داونز ولا ده يلحق سان داونز. يعني بصراحة غيابات مؤثرة جدا للنادي الأهلي. وخلي بالك النادي الأهلي مش ماشي كويس، ولازم يعمل في دوري ابطال افريقيا، ولازم يعمل نتيجه ايجابيه مع القطن الكاميروني. اصل انت لاعب ماتشين على ارضك، انت خسرت في الهلال مع من الهلال في السودان، وتعادلت مع سان داونز، وجاي لك القطن. يعني لاعب ماتشين على ارضك، خارج لسان داونز فريق ممتع جدا، والهلال على ارضك، وخارج للقطن. وخلي بالك بقى الاهلي هيقابل القطن يوم السبت الساعه 6، وهيروح يقابل سان داونز يوم 11 مارس الساعة 3. وخلي بالك بيجيبونا في عز الحر يعني ربنا يستر. بس انا في حاجة بقى، ليه 10,000 مشجع هيخشوا ماتش القطن؟
يعني انت عايز تنجدهم ولا عايز ايه؟ مش فاهم يعني. ما مش معقولة يعني اما تتفرج على الترجي الملعب مليان جمهور، تتفرج على شباب بلوزداد الملعب مليان جمهور، الاهلي هيروح سان داونز الملعب مليان جمهور. لو الاهلي والهلال كان فيه جماهير في السودان الملعب هيكون مليان جماهير. اشمعنى احنا ايه 10000 في ملعب؟ احنا الملاعب بتاعتنا بتبقى واسعة كبيرة ما بنبانش الصوت. الحاجات دي بتخوف اللعيبة، الصوت. واتمنى لو انت مستمر لسه في الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.